السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا على قناتنا. بنرحب بيكم جميعا. الريفيو النهارده معانا عن عربية شيري تيجو 3 موديل 2023. العربية زيرو كل حاجة، زيرو موتور، زيرو فتيس، زيرو صالون، زيرو كاوتش. ايه العربيه دي وايه كمالياتها وبتتميز في ايه وايه المواصفات اللي فيها وايه كل حاجه فيها؟ هنعرف كل حاجه عنها. العربيه اول انتاج ليها كان انتاج 2007 2008. كان الوكيل بتاعها ابو الفتوح. اتجدد الوكيل بتاعها وجددت الشكل بتاعها، بقى الوكيل بتاعها النهارده غبور وضمان 100,000 كيلو لاما 5 سنين. العربيه بتتميز بحاجات كتير، وتتميز العربيه من العربيات الاس يو في. ايه كماليات العربيه دي وايه المميزات فيها والموتور بيتميز بايه والفتيس وكل ده. هناخد بصه سريعه وهناخد جوله سريعه عن العربيه وهنتفرج عن كل جزء فيها وكل سنتي فيها وهنعرف العربيه بتتميز بايه. العربيه معانا 1589 سي سي، 16 صباب، الموتور الدي في تي 4 سلندر، 126 حصان، عزم اقصى الدوران 160 نيوتن متر، نظام الدفع بتاعها امامي، السرعة القصوى 165 كيلو متر، التسارع من الصفر لل 100 كيلو 14 ثانية، تسارع كويس مش بطيء ومش سريع، يعني لحد ما تسارع كويس مع عربية اس يو في بموتور 1600. تعد من العربيات ال 1600. ال 1589 ده عندنا في مصر بنقول عليها 1600 على طول، بنستسهل وبنستغرب. متوسط استهلاك البنزين بتاعها 6.7 لتر في ال 100 كيلو. سعة خزان الوقود بتاعها 55 لتر. ينصح باستخدام البنزين 92، ويفضل طبعا لو بنزين 95. زي ما احنا شايفين العربيه من بره وخدنا معلومات سريعه. مزوده العربيه كمان بفتيس سي في تي ستيبترونيك. شكل العربيه مقابض للباب سيلفر باوكر سيلفر بحليات سودا في وسط التابلو. ايرباج تابلو، شاشه 8 انش. هناخد بصه سريعه على العربيه وهنخش على كرسي السواق وهنشوف شكل التابلو شكل العدادات. بس بنبص بصه سريعه دلوقتي مبدئيا. شكل الكراسي بتاعتها رياضيه لحد ما، جلد في قماش كده اصطفى. طبعا احنا مش بنهتم بالدواخل لان احنا زي ما احنا بنقول العربيه معانا زيرو ما شاء الله، يعني فابريكا بره وجوه، يعني العربيه ما استخدمتش، يعني العربيه زيرو زي استلام المصنع. العربيه مزوده بسماعات اماميه وسماعات خلفيه. لو نسينا ان احنا نوضحها معانا في التصوير، سماعات خلفيه مدمج عليها كلمه تيجو. العربيه زي ما احنا قلنا زيرو بكاس المصنع، زيرو كل حاجه. اشارات برايات، جنط لونين سيلفر في جراي بمنظر شيك قوي مع العربيه، مع اللون اللي ازرق بيبسي. روف راك، العربيه مزوده بروف راك، زجاج فامي، سبويلر شنطه. شكل الخلفيه بتاعت العربيه بفوانيس ليد، بفوانيس شبوره خلفيه، سنسور بارك خلفي، كاميرا خلفيه بنحاول نوضحها معانا في التصوير. كفر للستيب بمنظر مدمج عليه براند شيري. شكل العربيه وكماليات العربيه تعد من العربيات الغنيه قوي والعربيات الاس يو في اللي تستخدم معانا وتمشي معانا في الطرق بتاعتنا المصريه في المطبات. المساحه بتاعت الشنطه مساحه واسعه جدا، 550 لتر، مساحه كويسه جدا. وعندي رف خلفي حبيت ان انا اشيله، بيتشال ويتحط عادي. طبعا مش زي كل مره الكفر بتاع السيرفيس او الستبن بتاع العربيه المره دي في الخارج مش جوه العربيه. مساحه الباب بتاع الشنطه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. مساحه خلفيه
اللون الازرق فيها مع الروف راك الفضي مع الازاز الفوميه مع الكاوتش مع الجنط مخلي العربيه شيك جدا. العربيه طبعا مزوده بازاز كهرباء امامي وخلفي، زي ما احنا قلنا في سماعات اماميه وسماعات خلفيه. في اماكن كتير تخزين في البيبان في الجيوب بتاعت العربيه، الجيوب الداخليه، مخادع راس خلفيه واماميه زي ما احنا قلنا. شكل مفتاح الرباعي بتاع الازاز ومفتاح اللوك والانلوك بتاع البيبان. بنحاول نوضح معانا كل حاجه في التصوير. ستيكر وبيانات ضغط الكاوتش بتاع العربيه. هنركب العربيه وهنشوف العدادات بتاعتها. كرسي السواق مزود ببكره تعلية الكرسي وتوطيته. فوانيس اماميه كهرباء لظبط الاضاءه لقدام اذا كنت عايزها عاليه او واطيه. ظبط المرايات. شعار شيري اول ما تفتح الشاشه بتاعتها. عندنا العربيه مزوده بشاشه 8 انش، اير باج طاره، مالتي فاكشن، كروز كنترول، مثبت سرعه. شكل العدادات بتاعت العربيه شكلها حلو قوي انسيابي جدا. عندنا برضو كمبيوتر الحياه ديجيتال، طلع لنا بيان ان باب السواق مفتوح. بنحاول ان احنا نوضحه في التصوير. بامبير الحراره، بامبير البنزين ديجيتال. زي ما احنا قلنا عندنا عربيه مزوده بفتحه سقف. التحكم في الاضاءه بتاعت الصالون والتحكم في فتحه السقف. عندنا 2 مرحله فتح سقف شراعه او فتحه السقف كلها. تعليمات الاير باج. عندي جراب نضاره. كتالوج بالضمان بتاع العربيه. عربيه مزوده بجي بي اس طبعا، بلوتوث، تاتش سكرين زي ما احنا بنحاول نوضح معانا. تكييف. قلنا العربيه مزوده بفتيس سي في تي ستيب ترونيك يمشي اوتوماتيك ومانيوال. مخدع نص للسواق بجيب كبير كده داخلي يستوعب اي حاجه. ترى عندنا جلد هاند ميد. شكل العربيه وكمالياتها، العربيه غنيه فيها كماليات كتير. في عندي وصلة يو اس بي بنحاول ان احنا نوضحها معانا، ومخرج ولاعه، ومخرج 12 فولت لو لاي حاجه تاني شاحن او اي حاجه استخدام. زرار الرباعي، زرار ده طبعا مش بنستخدمه عندنا بس بيبقى اغلب العربيات موجودين. للناس اللي بتسال الزرار ده بتاع ايه، ده بيسيح التلج. لو العربيه في حته في منطقه او في دوله فيها تلج بيبقى الازاز بندوس على الزرار ده بيسيح التلج. سخانات الزجاج خلفي. خدنا بصه سريعه على العربيه من جوه، وخدنا بصه سريعه على العربيه من بره، وهناخد بصه على اوضه الموتور. زي ما قلنا روف راك، فتحه سقف، فوانيس ليد اماميه وخلفيه، جانترونين، باكيتات نيكل، اشارات مرايات، فوج لايت، اير باج، اي بي اس. العربيه غنيه في كمالياتها، غنيه في كل حاجه فيها. العربيه تعدي من عربيات الاس يو في زي ما احنا قلنا. بصينا بصه سريعه عن كل حاجه في العربيه. سامحونا في الاطاله، سامحونا لو قصرنا في حاجه، بس النهارده كان الريفيو بتاعنا عن العربيه بكمالياتها، بمعلومات عن العربيه، لان العربيه النهارده زيرو معانا موديل 23. عجبتك العربيه؟ شرفني بالاتصال، شرفت بتعليق، شرفت بالزياره، شرف بيكو، بكبر بيكو. ويا رب اكون وصلت لكم المعلومه زي ما انتم عايزين، ويا رب تكون العربيه عجبتكم ووصلنا كل حاجه فيها زي ما انتم عايزين، زي ما انتم شفتوا. وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بفيديو افضل، بتصوير احسن، باداء واسلوب اجمل يليق بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.